بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعض الآيات من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. في الإصحاح الثالث: فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، لكن لينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهر، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، وإن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فيخلص، ولكن كما بنار. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. الأساس الذي وضع هو يسوع المسيح، ده الأساس. ولا يقدر أحد أن يضع غير الأساس، هو الأساس واحد، وهذا الأساس وضع فينا جميعا. وإحنا سمانا القديس بولس الرسول بناء الله، إحنا المبنى بتاعه، وكل واحد فينا بيبني على الأساس، على المسيح. بس المباني مختلفة، واحد بيبني ذهب، واحد بيبني فضة، واحد بيبني حجارة كريمة، واحد بيبني خشب، واحد بيبني عشب، واحد بيبني قش. 6 أصناف اهو. والقديس بولس الرسول بينبه يقول: فلينظر كل واحد بيبني ايه. مش بس مباني وبس، ده يجي يوم ستمتحن أعمال الإنسان، وعمله اللي بناه في عمره كله ستمتحن النار عمل كل واحد. طب يعني يا حزني إذا اتحرق العمل، عمل كبير أوي، تروح ضارب فيه النار تلاقيه انتهى. سنين سنين سنين، السنين دي عاملة زي رئات العمر، كل واحد عمال يزيد 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 في العمر، السنين كده. ومن ناحية خبرتنا في العالم، ومن ناحية معرفتنا، ومن ناحية علمنا، ومن ناحية تقدمنا، ومن ناحية يعني ممارساتنا، احنا كل سنة بنتقدم عن سنة حسب الجسد، لكن حسب الروح في بنيان للكيان الروحي، بنيان للحياة الروحية. ابنوا أنفسكم على
إيمانكم الأقدس لازم تبني نفسك. ابنوا أحدكم الآخر. صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. ده كلام القديس بولس الرسول في أفسس. الحياة الروحية أخذت من الآباء القديسين كل الجهد وكل العمر عشان يزيدوا في معرفة الله. لا تؤخذ الحياة الروحية على هامش الحياة وهامش الفكر. يعني إذا لقيت وقت يعني تدي الفضلة لحياتك الروحية، تشتغل كل جهدك وعافيتك، وتيجي لأمور تخص حياتك الأبدية تديها الفضلة. إذا فضل عندك جهد بعد شغل النهار وبعد ما كنت اتفرجت على التلفزيون وشبعت، إذا فضل عندك عافية صلي. لا تستقيم الحياة الروحية ولا تنمو ولا تكبر ولا يحس الإنسان إنه في روح. لما تدرس حياة الآباء القديسين تلاقيهم إنهم بالسهر والجهاد والتعب والعرق بذلوا كل الجهد، أعطوا زهرة شبابهم للمسيح وكل قوتهم وكل عافيتهم. وصدق اللي قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل قدرتك من كل حيلك. الحياة الروحية في حاجة اسمها بنيان الحياة الروحية، مباني. المباني دي كل يوم، مش مرة في السنة، ما تنفعش. المباني دي محتاجة لعنصر أساسي جدا في الحياة الروحية اسمه المواظبة. إذا انكسرت المواظبة من الإنسان يفشل في حياته الروحية، لأن المواظبة دي بتبين إن الإنسان أمين وإنه حريص على خلاص نفسه. يعني بصلي ما بتعزاش، أقول لك صلي بلا انقطاع، ما بلاقيش فايدة من الصلاة لأن المكنة وقفت سنين. ما تستناش انك انت تيجي تروح مدورها تجري معاك، ده عاوزة مسايسة. ده الإهمال خلى القلب والفكر والعاطفة من نحو الله صدى، فبقى الإنسان بالصلاة ما يستطعمش الصلاة، يستطعم كل حاجة في الدنيا ويعمل كل حاجة ويتكلم في كل حاجة وخبير في كل حاجة، لكن لما يجي ناحية معرفة الله والصلاة والملكوت والحياة الأبدية والأمور ديت تلاقيه مصدي، ما يفهمش. يفهم في العلم، يفهم في المعرفة، يفهم في الفلوس، يفهم في الاقتصاد، يفهم في السياسة، يفهم في الكورة، يفهم في المزيكا، يفهم في الرقص، يفهم في كل حاجة. لكن تعالى في معرفة الله تلاقيه بيبي في المعرفة، ذهنه صغير. ففي حاجة اسمها بناء النفس، بنيان الحياة الروحية، والعنصر الأولاني والرئيسي فيها المواظبة. يعني أقرأ حتة من الإنجيل صغيرة بس اتعود، أقرأ تاني، لسه ذهني مش بيلاحق الإنجيل، ما بفهموش كتير. أنا فين والإنجيل فين؟ أنا فين وقصد المسيح من الكلام فين؟ بدري لسه علي. أنت مش عارف أن التلاميذ تدرجوا وتمرنوا يوم بيوم وسنة بسنة، كان يكلم المسيح ما كانوش يفهموا، وبعدين بدأ يفتح ذهنهم لكي يفهموا الكتب. حتى بعد قيامته قال لتلميذي عمواس أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان. قلبك بطيء في الفهم، ذهنك سريع، يعني تلقطها وهي طايرة من ناحية أمور العالم،
لكن من ناحية الأمور الروحية لسه الذهن بطيء، مش فاهم. طب يفهم ازاي؟ أنا هحط قدامك شوية أسئلة كده، اسألهم لنفسك بينك وبين نفسك الليلة دي. يعني من سنة إلى سنة أنا مش عاوز أتكلم على السلبيات الليلة دي، مش عاوز أتكلم على السلبيات، مش عاوز أتكلم على الخطايا والتقصير، لأن ضد البنيان الهدم، ضد البنيان الهدم. يعني الذي لا ينمو في حياته الروحية ويزداد ويعلو يتهدم. وكل ما الواحد يدخل العالم لحياته، العالم والشيطان والخطايا والممارسات العالمية تهدم الحياة الروحية. ضد البنيان الهدم. يعني قاعدة مش كويسة في وسط ناس، قاعدة هزل أو كلام لا يليق بأولاد الله، تطلع بعد القعدة دي مهدود، أو مناظر بطالة أو كلام وحش أو سلوك غير مسيحي أو أمور لا تليق بأولاد الله أو دوام القلب في الحقد أو العداوة أو قبول أفكار كبرياء واعتداد بالذات. كل هذه الأمور تبص تلاقي الإنسان مهدود شكلا بتاع كنيسة، ما يهمكش بالشكل. هذه المباني ستمتحن بالنار. إن احترق عمل أحد الذي بناه فسيخسر، وبعد عنك خسارة فادحة عظيمة لا يعوض عنها. كنت قاعد مع راجل تقي طيب، كبير في السن وعنده مرض، ربنا يمد ايده عليه ويشفيه. فقال لي عبارة أثرت فيا أثر بالغ. قال لي باصص لحياتي كده، لقيت حاجات كتيرة كانت خايبة، كان ممكن أعيش بطريقة أفضل. أما بص لورا شوية وبص للسنين، مع إنه راجل عايش في مخافة الله، راجل كويس، لكن بص للسنين كده وقال كان ممكن السنين ديت تكون أحسن، كان ممكن يكون في ثمر أحسن. فقلت لنفسي وبعدين قد إيه النعمة وضعت أمامي فرص، شيء لا يعد، وقد إيه ضيعنا فرص. لكن بعد عنك لما الواحد يعني تفوت منه فرص كتيرة ويتمنى انه يعمل احسن، بعد ما تفوت الفرص ما فاتت الفرص. فعشان كده بقول لك دي مناسبة كويسة. احنا قال الكتاب عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. ما دام في حاجة اسمها اليوم، يعني النهاردة اقدر اوعظ نفسي وابكتها وألومها على التقصير وعلى التواني وعلى الكسل وعلى الإهمال وعلى التفريط. وما أسهل أن الإنسان يخدع ويضحك على نفسه أو ينضحك عليه. يقول لك لو أنا فيها إيه عيب؟ ما فيها حاجة.
احنا الحمد لله عايشين احسن من غيرنا. احنا بنعمل حاجة تشوف الناس شكلهم ايه في الدنيا، بيعملوا ايه. يخدع الانسان نفسه ويخدع حينما يقارن نفسه بالمستويات الاقل الدون. يبص المستويات تعبانة عايشة في نقاع الخطية ويقول ألا ايه انا الحمد لله كويس، لكن ما وزنش نفسه بميزان القديسين. وقاس نفسه على نفسه أو على من هم أقل منه يتعب. هرجع تاني لبنيان النفس وهحط قدامك الأسئلة اللي قلت لك عليها. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. إيه ده؟ ده قانون النمو الروحي. صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. ما تقوليش بقى أصلي مش قسيس، أصل أنا مش شماس، أنا مش خادم وأنا حد قال لي أخدم. صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. ده المسيحيين كلهم. ننمو في كل شيء لغاية فين؟ قال لغاية إلى ذاك، للمقاس بتاعنا ملء إقامة المسيح. فالخداع الثاني ان الانسان يقتنع بنفسه ويقول ده انا وصلت، انا نلت، انا قد صرت كاملا. مع ان القديس بولس الرسول اللي قال هذا الكلام قال لست اني قد نلت او صرت كاملا، لكني انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام نحو جعالة دعوة الله العليا. أنا أنسى اللي فات. طب ده اللي فات يعني مجد، ده أنت قومت ميتين، صنعت آيات وكرست باسم المسيح وبذلت جهد، والمسيح أحبك واختارك وأنت إناء المختار. قال لا أنسى ما هو وراء. وبعد ما وصل إلى هذه القامة العالية جدا في الروح قال أقمع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. هو ممكن أنت تبقى مرفوض؟ قال لا. من هو قائم فلينظر لألا يسقط. عشان كده بقول لك وهقول لك تاني، الذي لا يبني حياة روحية تنهدم حياة روحية دون أن يدري. الذي لا يزداد ينقص. أنت بتزيد ولا لا؟ فالأسئلة اللي قدامي اللي أقولها لك، أنا بنمو صادقين في المحبة. أنا صادق في محبة المسيح ولا لا؟ وإذا صادق في محبة المسيح ملكوت الله جوايا بيزيد. ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله جوايا بيزيد ولا لا؟ حس بيه، حس ان ملكوت الله يعني بيمتد جوا نفسي. حس ان المسيح ملكي. ننمو في كل شيء. بتزيد في الإيمان. أنا بآمن، بحب المسيح، بآمن بيه، لكن بسألك أنت بتزيد في الإيمان؟ يعني إيمانك بيزيد يوم بيوم، سنة في سنة، وخبراتك مع المسيح في الإيمان بتزيد ولا لا؟ معاملاتك مع الله، يعني الأول إيمانك بالله بيزيد. إذا ما كانش بيزيد يبقى بيخس. وعلى أساس الإيمان بالله الصلاة بتاعك بيزيد. ما أنت بتحبه. ما إذا كان محبة الله جوه قلبك ومالك عليه يبقى أنت بتحب تصلي. الدليل على محبة الله جوه القلب إن الإنسان يحب الصلاة. والصلاة ده بيزيد عمق. بتتقدم ولا لا؟ يعني حبك للملكوت وحبك للصلاة ده بيعبر عنه. وانت لما بتقف تصلي بتلاقي قلبك يشتغل ودموعك على خدك بتزيد. يعني ولا زي ما انت، مفيش حاجة زي ما انت في الحياة الروحية، مفيش كده. ما بتزيدش يبقى بتخس. محبتك مش بتزيد، ايمانك مش بيزيد نحو الله، وتطلعاتك نحو ملكوت الله مش بيزيد يبقى بيخس.
على مستوى الإخوات، على مستوى الكنيسة. نترجم بقى محبة الله. محبة الله بتتعكس على محبة الأخ، على محبة القريب. تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. ما دي الوصية الأولى العظمى. محبتنا لبعض إيه رأيك فيها؟ ماشية في السكة بتاعتها كل يوم تزداد، دايرتك بتتسع، قلبك بيتسع، حبك بيتخطى الأمور المادية، حبك بيتخطى المصلحة الذاتية، ولا محصور في الأنا؟ ولا لما أخوك يعني ترجع تقبض قلبك منه مش عاوز تشوفه؟ إن لم تكن تزداد في المحبة الأخوية تكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة من قلب طاهر. وإذا ما كانش المحبة الأخوية دي موجودة وبتزيد فيك تبقى بتخس. لتثبت المحبة الأخوية. محبة الله، محبة القريب. محبة الله بتبان في الصوم، في الصلاة، محبة السهر، محبة كلمة الله طبعا باينة. محبة القريب باينة، وباينة في المعاملات بيننا وبين بعض، وباينة في الخصام، وباينة في العراك، وباينة في المحاكم، وباينة في الطلاق، باينة كتير قوي. باين قوي المحبة يعني المقاس بتاعها بقى ايه، عمال يخس. لكن انا بكلمك عن الايجابيات، بتزيد ولا لا؟ هل بتتخطى الحواجز؟ المحبة اللي فيها يعني المحبة لا تسقط ابدا. المحبة قوية كالنار، قوية كالموت. مياه كثيرة لا تطفئ المحبة. ومن ناحية السلوك الشخصي يعني الفضائل المسيحية اللي هي ثمر الروح. ايه رأيك في الاتضاع؟ ما شكل المسيح تعلموا مني لأن وديع متواضع القلب. يبقى ضد الاتضاع يهد، يعني الكبرياء والاعتداد بالذات هدد. والاتضاع مباني من يضع نفسه يرتفع، يعني المبنى ايه؟ مبنى بيزيد. طيب اسأل نفسك سنة بسنة، ايه الحكاية؟ انا بزيد في الاتضاع ولا لا؟ انا بقرب من شكل المسيح ولا لا؟ ولا بتتلخبط الصورة بالغضب والصياح، وكل اللي ابنيه شوية يتهد، والشيطان يمد ايده صبعه كده يجيب اللي فوق تحت. الاتضاع، انكار الذات. ده يعني بقول لك ايه، يعني دي حطها قدامك واسأل نفسك. انكار الذات. انكار الذات ده مدرسة تترقى من سنة لسنة 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 لقدام. لا جمود في الحياة الروحية. إذا دخلت الطريق تدنك ماشي. أي توقف معناه إنك أنت اتعنكلت عن المسيرة. وسيبك من المقاسات بتاعت الناس. ارجع للإنجيل في كل مرة عشان تقيس نفسك. سيبك من مقاسات المجتمع، كلها مقاسات فالصة، كلها ترمومترات بايظة تسويها أبدا. ارجع لإنجيلك وقيس نفسك. لازم أبقى شكله، نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. يعني الاتضاع ده لغاية إمتى بس؟ هرمي نفسي وانكرها وادوس عليها وادوس على كرامتي وادوس على كبريائي. لغاية فين؟ لغاية إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. ذاك وضع نفسه لأجلنا، من أجل ذلك يجب أن نضع أنفسنا من أجل الإخوة. أقيس نفسي على إيه؟ أقيس نفسي عليه. ارجع للإنجيل بوضوح وما تتغشش، لأن بيقول النار ستمتحن عمل كل واحد، إن احترق عمل أحد الذي بناه سيخسر. وقول أنا ببني إيه؟ مبانية الروحية في حياتي الروحية سنة بسنة، كل سنة عمالة تيجي وتجري، وسنة وتيجي وتجري، والمبنى بتاع شكله إيه؟ أنا عاوز أكشف عليه. أنا عاوز أكشف عليه لألا يخن الزمن.
لألا تيجي النار تمتحن عملي ويبقى عندي فضيحة. في ناس بتبني ذهب، أيوة، على أساس المسيح. وفي ناس تبني فضة، وفي ناس تبني حجارة كريمة، وفي ناس تبني خشب، وفي ناس تبني قش. يد الخطية قش. وفي ناس تبني عشب واسمه بيكبر ويبني. ستمتحن النار عمل كل واحد. فاكشف على المباني بتاعتك قبل ما يجي اليوم، لأن اليوم سيبينه. ولما يبينه بعد عنك اللي تغش واتخانت بيه الدنيا وبنى مباني فالصو يبكي ويحزن ولا فائدة للبكاء. بتزداد في الاتضاع. كل خناقة أشوفها بين اخوات او بين ازواج او الى اخره، كل واحد عاوز يبرر نفسه ويطلع بريء مليون المية، وفي قناعته مقتنع بين نفسه ان مراته دي لا يمكن، او اخوه ده مجرم. يا ساتر يا رب. طب وانت بر ما شفتش يا ربي؟ يعني طب الناس الروحيين شكلهم ايه؟ لا، الناس الروحيين شكلهم غير كده خالص خالص نهائي. لكن دايما الإنسان يبرر نفسه مقتنع مليون المية إنه هو مظلوم مجني عليه، وإنه اتظلم في الجوازة دي أو في المعاملة دي أو في الناس اللي يعرفهم أو في أخوه أو إلى آخره. مقتنع إنه بار. وعلى النقيض مقتنع إن أخوه أو زوجته أو إلى آخره. ياه، امتى يجي الوقت اللي فيه يلوم الإنسان نفسه، يلقي بالملامة على نفسه ويبكتها؟ يقول البستان جيد للإنسان أن يأتي باللوم على نفسه في كل أمر. امتى يا رب؟ امتى يجي الوقت اللي فينا الواحد فيه إذا دخل في محك مع أخوه أو مع مراته أو إلى آخره يقول يا أبونا ده أنا السبب، ده أنا إنسان مش كويس، ده خطيتي أنا، ده تقصيري أنا. هو كان يمكن يحصل كده وأنا إنسان بتاع ربنا؟ لكن عاوز أغطي على خطاياي وعلى كبريائي، فألوم الآخر وأدين الآخر. الصبر بيزيد لأنكم تحتاجون إلى الصبر. الصبر ده حاجة روحية لذيذة قوي، حلو. موجود عندك ولا فلست؟ خلاص بقى أنا زهقت. الكلمة دي كتير على كل لسان. الصبر الروحي. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. موجود عندك وبيزيد وبتزداد فيه. طول الأناة، طول البال موجود، وبتزداد لما بتقرب من ربنا وتقرب من محبة الله وبتتناول وتيجي الكنيسة وبتاع. ولا على طول بتنرفز بيغلي دايما. يقول لك ستريس، الله الدنيا كلها مشاكل، كلها تعب، كلها بتاع. أعذار واهية، أعذار تعبانة. أمال فين طول الأناة؟ اللطف موجود، بتزيد في حياة اللطف والكلام اللين. صورة المسيح عندك ولا ما عندكش؟ الأساس موجود. وضعت أساسا، ده بيقول أنا حطيت الأساس، والأساس ده موجود فينا كلنا. احنا كلنا متعمدين وكلنا مسيحيين وكلنا فينا حجر الزاوية يسوع المسيح جوه قلبك موجود تبني عليه.
ولكن يا عزيزي فرصة مواتية ان الواحد فينا يعني بلاش نغش نفسنا. فرصة مواتية ان الواحد يقعد مع نفسه قعدة كويسة ويقول فين المباني، واي صنف من المباني مرت بيك السنين وسنين وعشرات السنين وعشرات السنين بتجري، والمباني بتاعتك واقفة ولا ايه؟ ولا الهدد شغال، ولا المباني اهو شكلا موجودة ولكن صنف المباني تعبان. لينظر كل واحد كيف يبني عليه. حط عينك يا عزيزي، ادي الحكاية دي وقت، ادي الموضوع ده حتة من جهدك، وراجع نفسك. بقول لك مش تراجع نفسك في آخر السنة وتراجع نفسك في مناسبة ولا بتاع، لا، كل يوم، كل يوم صحيح. قول ان النهاردة يعني آخر النهار كده وانت جاي تنام، قول ايه النهاردة انا عملت ايه؟ انا بنيت حاجة؟ الرصيد بتاعي جرى له ايه؟ زاد؟ النعمة حطت قدامي شوية ظروف وشوية فرص كده، استغلتها ولا فاتت مني؟ الشغل بتاع النهاردة كان لحساب الذات والأنا ولا لحساب المسيح؟ حساب مين؟ ما تبيتش، ما تحطش راسك على المخدة إلا لما تعمل حساباتك، وما تكروتش. قول مش هنام، لا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي. مش هنام لغاية لما الاقي كده اقول ايه عملت ايه؟ هل ادخرت لنفسي اسما حسنا؟ ايه عملت حاجة كويسة؟ انت مش عارف ان النوم بتاعنا بيسموه الاباء الموت الصغير؟ قبل الموت الصغير ده مش برضو يعني واجب وقفة مع النفس كويسة؟ ايه يعني عملت حاجة ترضي المسيح؟ تقف قدامه ازاي؟ بأي وجه وبأي لسان؟ الأمانة اللي اداها لك عملت فيها ايه؟ الفرصة اللي حطها قدامك عملت فيها ايه؟ وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن لينظر كل واحد كيف يبني وماذا يبني لئلا تضيع الفرص. ربنا ينعم علينا بأيام ترضيه، ويغفر تقصيرنا وتكاسلنا، والفرصة قدامنا كلنا ان احنا نمد ايدينا للعمل ونتقوى ونقول هلم نبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عارا. لربنا المجد دائما أبديا.